بطل تانية اعدادي، عامل ايه يا بطل؟ يا رب تكون بخير وتكون ذاكرت الجزء الاولاني كويس قوي. في الجزء اللي فات عشان نفتكر بسرعه، خدنا اول حاجه عصر الولاة، وقلت ان انا اتكلمت في عصر الولاة ده عن اول حاجه نظام الحكم، وتاني حاجه القضاء. تعالى النهارده يا بطل نكمل رقم 3، وهي الحياه الاقتصاديه. حياه اقتصاديه انا عارف من شغل ابتدائي يعني زراعه صناعه تجاره. طب ما تيجي هنا بقى تقول لي الزراعه كانوا بيعملوا فيها ايه والصناعه والتجاره؟ قال الحياه الاقتصاديه هنا بمعنى سهل كده، الزراعه هنا لما كانوا بيهتموا بالزراعه يبقى يهتموا بالري، وما دام اهتموا بالري يبقى اتوسعت الاراضي الزراعيه. فلما اجي اقول لك هنا اهتم المسلمون بشؤون الري، حصل يا بيه. طب ما تديني دليل، يعني اديني امثله. اقول لك عمرو بن العاص اول حاجه عملها ان هو عمل مقياس على النيل. ايه مقياس على النيل؟ ايوه، مقياس على النيل ده كان عشان يحدد مقدار الضرائب اللي كانت بتتاخد. يعني مثلا مش هخلي مس مارينا مثلا خدت جزء صغير من الميه، حد تاني خد جزء كبير، هندفع ضرائب زي بعض؟ لا. فعمرو بن العاص كان بيعمل مقياس الضرائب. طب تاني حاجه قال لي خلي بالك من اللي جايه دي، ان الامويين والعباسيين كانوا بيوسعوا اراضي الزراعيه، وعشان كده كانوا بيحفروا دايما الترع والقنوات. ثواني، فلما اجي اقول لك هنا ما العلاقه بين الزراعه والامويين والعباسيين، اقول له ايه؟ حيث اهتم الامويين والعباسيين بحفر الترع والقنوات فتوسعت الارض الزراعيه. طب ازاي توسعت الارض الزراعيه؟ اقول له كانوا بيحفروا دايما الترع والقنوات. يبقى في ري، في ترع، في قنوات، في توسيع اراضي زراعيه. رتبها كده على بعض. يبقى المسلمين اهتموا هنا بالزراعه ازاي؟ اقول له عمرو بن العاص عمل مقياس النيل، الامويين والعباسيين وسعوا اراضي زراعيه، حفروا الترع والقنوات. طب تعالى على الصناعه، ظهرت في عصر الولاة. ايوه، صناعه يعني مصانع، سين سين سفن نسيج، صناعه يعني مصانع، سين سين سفن نسيج. فهاجي اتكلم هنا عن صناعه السفن الحربيه اللي احنا هنحارب بيها. طيب ازدهرت في انهي عصر؟ في الدوله الامويه، وما دام قلتي امويه يبقى في عهد معاويه. طب يبقى جه هنا قال لك الخليفه الاموي معاويه بن ابي سفيان عمل دار كبيره عشان يصنع فيها السفن، والدار دي كانت في بلاد الشام، بمدينه بالظبط اسمها عكا. يبقى احفظها كده، السفن الحربيه في الدوله الامويه على ابن معاويه عملها في بلاد الشام بمدينه عكا. حلو. طب عمل ايه تاني؟ قال لي كان بيستخدم خبراء من مصر. ليه؟ قال لي عشان يستفيد فيهم في دار الصناعه الجديده. وهنا اقول لك سؤال برضو، ما العلاقه؟ او دلل على كانت الصناعه تقوم على الخبراء المصريين او كانوا بيقوموا على خبراء من بره. اقول له حيث مين؟ معاويه بن ابي سفيان استخدم من مصر خبراء عشان يستفيد منهم في دار مين؟ الصناعه، جابهم من مصر مش من بلاد بره. يبقى صناعه السفن الحربيه في عصر الدوله الامويه، الخليفه معاويه صنع السفن في بلاد الشام في عكا. وكان بيعمل ايه؟ كان بيجيب مين اللي هيشغل المصانع دي؟ كان بيجيب خبراء من مصر في دار الصناعه الجديده. طب تعالى على صناعه النسيج والتضريس يعني الملابس. فقال لي كانت الثياب يعني الهدوم بتاعتهم مزينه بالطراز البيزنطي يعني الروماني. لما جه الخليفه الاموي عبد الملك بن مروان وامر ان تكون الكتابه عن النسيج باللغه العربيه. يبقى يقول لي لغه عربيه، اقول له عبد الملك بن مروان عرب التطريز وعرب الكتابه عن النسيج عبد الملك بن مروان. وقال لي كان بيزين كمان المنسوجات الكتابيه بزخارف من الحرير. يبقى ثواني كده بقى، الصناعه كلها بتكلم عن خليفه اموي. لو قال لي سفن اقول له معاويه بن ابي سفيان. قال لي تطريز بلغه عربيه اقول له عبد الملك بن مروان. قال لي النسيج والتطريز كان على الطراز ايه قديما؟ اقول له البيزنطي. لما جه عبد الملك بن مروان بقى التطريز باللغه العربيه. طب التزيين المنسوجات دي كانوا بينسجوها بزخارف من ايه؟ من الحرير. تمام. طيب اللي بعدها قال لي في التجاره، تجاره يعني بيع وشراء، يعني طرق، يعني قنوات حفر. فلما يجي يقول لك هنا اعاد عمرو بن العاص حفر القناه. ايه القناه دي؟ قال لك فاكر زمان سيزوستوريس؟ هي دي نفسها بس سموها خليج امير المؤمنين. خليج امير المؤمنين دي قال لي كانت بتنشط برضو التجاره. يبقى يقول لك خليج امير المؤمنين، يقول لك قناه، اقول له نشطت حركه التجاره بين مين يا ترى؟ بين مصر وبلاد الحجاز. طب استني كده، يبقى تاني لما يجي يقول لك اعاد عمرو بن العاص حفر القناه، القناه اللي قعدها دي كانت بتربط بين ايه؟ هقول له بين البحر الاحمر ونهر النيل، او بتربط البحرين عن طريق نهر النيل. لازم نهر النيل تتحط. طب لما كان بيعمل كده ساعدت على ايه؟ النتيجه هقول له نشطت التجاره بين مصر وبلاد الحجاز. يبقى انا هنا عندي سؤالين، بما تفسر هو ليه عملها هقول له عشان تربط بين نهر النيل والبحر الاحمر. طب ايه النتيجه على عمايلها؟ هقول له نشرت التجاره بين مصر وبلاد الحجاز.
ومن هنا ازدهرت التجارة في عصر مين؟ الولاة. كل العصر ده اسمه عصر ولاة. ليه بقى؟ قال لي ما دام في تجارة مزدهرة يبقى إذا كان في زراعة وصناعة، وأنا قلت من شوية إن الزراعة كانت مزدهرة والصناعة كانت مزدهرة، يبقى التالتة بتاعتهم كمان مزدهرة. تمام كده؟ يبقى لما أجي أقلب السؤال وأقول لك ما النتائج على ازدهار الزراعة والصناعة، أقول له ازدهار التجارة. طيب نيجي للي بعدها وهي الحياة العلمية. علوم يعني صحابة، يعني يعرفوا أصول دين، يعني يعرفوا الدين صح. فلما اجي اتكلم هنا في الحياه العلميه قال لك ان ناس كتيره من الصحابه جم لمصر بعد الفتح الاسلامي. حلو قوي. قال لي كان اشهر صحابه بقى بيجي وبيعرف اصول الدين على حق هو ابن عمرو بن العاص. اسمه ايه الراجل ده؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. يبقى ثواني، يبقى حياه علميه يعني صحابه. الحياه العلميه هنا الصحابه يعني الناس اللي كانوا دايما مصاحبين للرسول صلى الله عليه وسلم، عارفين في اصول الدين صح. قال لك عملوا على ايه؟ جم مصر بعد الفتح. فقال لك الصحابه دول كانوا بيعلموا الشعب المصري اصول الدين على حق، يعرفوا اصول الدين مش بيتكلموا وخلاص. فقال لك هنا ان مين اشهر الصحابه اللي قاموا بتعليم المصريين بعد الفتح؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. يعني يقول لك كده ان هو اصلا كان من اشهر الصحابه، هو كمان كان اسلم قبل ابوه، يعني اسلم قبل عمرو بن العاص. طيب قال لي ان هو في مصر في الوقت ده عمل نهضه علميه كويسه جدا، كويسه جدا. وكانت الدعامه الرئيسيه بتاعتها ان هم بيقووا الدين الاسلامي وبينشروا اللغه العربيه. يعني احنا بنعلم الناس اصول الدين الاسلامي صح وقايمين على اللغه العربيه. طيب عشان كده قال لك في القرن الثاني الهجري جه جيل جديد من العلماء من اصل مصري، بقوا ائمه، يعني امام لينا في المساجد وفي القراءات وفي الادب وفي اللغه وفي التاريخ. عارف لما تقول ده قائد ليا، ده قدوه ليا، احنا الصحابه بقى بنقول عليهم لينا ائمه. طب كان امام لينا في ايه؟ قراءات، ادب، لغه، تاريخ. يبقى ثواني، هنا يجي لك سؤال مهم. دلل على مصر كانت تشهد اكبر نهضه علميه عظيمه في عصر الولاة. اقول له حصل. ليه يا بيه؟ اقول له عشان في القرن الثاني الهجري كان نشأ جيل من العلماء من اصل مصري. المصري دول صاروا ايه بعد كده؟ ائمه في ايه؟ قراءات، ادب، لغه وتاريخ. قراءه، ادب، ولغه وتاريخ. ومن هنا بقت مصر هي اصل ومركز نشر العلم والثقافه، وده ساهم في بناء الحضاره الاسلاميه. تمام كده؟ طب نيجي لاخر جزئيه معانا وهي ايه؟ العماره. وعماره يعني مباني. طيب ما دام العماره يعني مباني، اشهر حاجه هنبنيها ايه؟ مدن ومساجد. فلما يجي يقول لك هنا اهتم العرب بالعماره، حصل. طب ما تديني دليل على انهم اهتموا بالعماره. هقول له ايه اللي حصل؟ اهتموا ببناء المدن والمساجد. ماشي، ناخد المدن لوحدها وناخد المساجد لوحدها. قال لي المدن هنا، قال لي ان العرب كانوا بينشأوا مدن كتيره جدا، واشهرهم كم مدينه؟ 4: الفسطاط والعسكر والجيزه وحلوان. تاني، الفسطاط والعسكر والجيزه وحلوان. قال لي الفسطاط هنا لو هاجي اتكلم عنها، قال لي ان هي كانت تعتبر اشهر واهم مكان عمله عمرو بن العاص. ليه؟ قال لك عشان دي تكون عاصمه لمصر. ليه؟ هو كانت مين العاصمه الاول؟ كانت اسكندريه، وبعدين اتغيرت عشان اسكندريه كانت بعيده عن قلب مصر، وكمان كانت بتحتفظ بطابعها البيزنطي من ايام ما كان حاكم الروم هناك. يبقى تاني بقى، مدينه الفسطاط عملها مين؟ عمرو بن العاص. ليه؟ دايما اعرف كده من اول هنا ان اي مدينه واي بلد هعملها هتبقى ايه؟ لتكون عاصمه. طيب لتكون عاصمه عشان ايه؟ بدل من اسكندريه. طب ليه سابوا اسكندريه؟ هقول له عشان كانت بعيده عن قلب مصر وكانت بتحتفظ كمان بطابعها البيزنطي. طب ظلت من هنا الفسطاط عاصمه لمصر، قال لي لحد طول عصر الخلفاء الراشدين والخلافه الامويه كمان. امال ايه؟ بعد الخلافه الامويه اتغيرت؟ قال لك في العباسيه بقت سين مع سين مدينه العسكر، عملها برضو العرب، برضو لتكون عاصمه في العصر العباسي. طب والجيزه؟ قال لي عملها عمرو بن العاص. طب وحلوان؟ قال لي عملها الامويين. يبقى لحظه كده، نيجي بعد كده لاخر حاجه هي المساجد. واشهر مسجد هو جامع عمرو بن العاص، وهو اول جامع في مصر. يجي يقول لك اول جامع في مصر ويعتبر في افريقيا كلها هو كان جامع عمرو بن العاص. ويجي يقول لك اتعمل فين؟ اقول له في مدينه الفسطاط اللي عمله عمرو بن العاص وتعرف بايه؟ باسمه. طبعا ايه اهميه الجامع ده؟ عمر ما كانوا بيعملوا مساجد زمان للعباده فقط، لكنه كان للعباده والتعليم العلميه ومركز للقضاء
والدليل على انه خدوا مركز القضاء لما قلنا من شويه كانوا بيقعدوا في جامع عمرو بن العاص. يبقى جامع عمرو بن العاص اول جامع فين؟ في مدينه الفسطاط. طيب دار الاماره اللي بيقعد فيها الوالي برضه في مدينه الفسطاط. طب ايه اهميه الجامع؟ هقول له كان مسجد ومدرسه دينيه وعلميه ومركز للقضاء. تمام كده. ولو جه قال لك تتعدد اهميه دور جامع عمرو بن العاص هكتب دول انها كانت مدرسه دينيه وعلميه ومكان للقضاء. وبكده يبقى خدنا في عصر الولاة اتكلمنا عن الاقتصاد، عن نظام الحكم، عن القضاء، عن العماره، واتكلمنا عن كل حاجه تخص في عصر الولاة. وبكده يبقى خلصنا الدرس الاول في الوحده الثانيه. استنانا يا بطل في الدرس الثاني في الوحده الثانيه. باي باي.